ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل معاكم كعب الغزال او زي ما بتسموه منين بالعجوه. المهم ان انا هعمله لكم بطريقه سهله خالص ومكونات اقتصاديه، والطريقه دي طريقتي بقالها 4 سنين ما بحبش اغيرها، لان هتطلع معاكم ناجحه من اول مره ان شاء الله. كعب الغزال حلو جدا ومغذي وحلو جدا مع كوبايه شاي، ومن كيلو الا ربع من الدقيق عملت 2 كيلو و400 جرام من كعب الغزال. الطريقه بتاعتنا: عندنا بولة وهنحط فيها 3 معالق كبار من السكر، وعليهم كمان كيس من الخميرة الفورية اللي هو بمقدار معلقة كبيرة، وهنحط كوباية مية دافية اللي هي بمقدار 200 ملي، والكوباية دي موجودة في كل بيت. هنبتدي بقى نقلب كويس، وهنا انا بعمل تيست للخميرة عشان اشوف الخميرة صالحة معايا ولا لا. بعد ما قلبنا كويس سيبيها بقى على الرخامة لمدة 5 دقايق وغطيها لغاية ما نحضر باقي المكونات. عندنا كيلو الا ربع من الدقيق اللي هو 750 جرام من الدقيق، ولازم يكون منخول كويس. حطيت عليه نص معلقة صغيرة من الملح، وحط كمان عليه كيس من الكيك شيف، وهحط ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. الفانيليا دي بودر، لو عندك البودر عادي، لو عندك السايلة عادي، مفيش اي مشاكل. وبعد كده هنجيب معلقة ونقلب الدقيق كويس عشان كل المكونات تختلط مع بعض. بعد ما بنقلبها كويس يا ست الكل، بنكون محضرين جنبنا ميكس بين الزيت والسمن. هنا بقى عندي نص كوباية من الزيت اللي هي بمقدار 100 ملي، وعندي كمان كوباية من السمن اللي هي بمقدار 200 ملي. انا بحب احط ميكس بين السمنة والزيت عشان يطلع معايا كعب الغزال حلو كده، وكمان ما يكونش ناشف معايا، ولا كمان يكون ناعم جدا معايا. لو حطيتي سمنة خالص هيبقى ناعم جدا معاكي، لو حطيتي زيت خالص هيطلع معاكي ناشف خالص. تمام. اعملي ميكس بين السمنة والزيت. بعد ما حطيت السمنة والزيت على الدقيق، هبتدي احط الدقيق بين ايدي كده، واروح مقلباهم بين ايدي كده. هنا الدقيق ببس الدقيق. يعني ايه ببس الدقيق؟ يعني بخلي كل حبيبات الدقيق تختلط مع السمنة والزيت، بحيث ان هي تكون عاملة زي رملة البحر. بعد كده هنحط الخميرة، والخميرة صالحة معانا وزي الفل. وعرفتها ازاي صالحة معانا وزي الفل؟ ان هي عاملة رغوة كده من فوق. حطيت كمان معلقة كبيرة من الخل الابيض. الخميرة عشان تعرفي ان هي صالحة لازم تعمل معاكي رغوة من فوق كده. بعد ما حطيت الخميرة هبتدي بس اقلب بايدي كده بصوابع ايدي، بحيث ان هي الدقيق ان العجينة تشرب السوائل. عندنا بقى كوباية الا ربع من المية، هحط شوية بشوية ما تعجنيش كتير، بس يا دوبك الدقيق يشرب السوائل كده. الدقيق شرب السوائل وما عجنتش فيها خالص، يا دوبك الدقيق شرب السوائل. ولازم العجينة بتكون بتقطع معاكي زي ما انت شايفة كده. بعد كده خدت من كوباية المية نص كوباية مية، يعني انا خدت 100 مل من المية، ودول اللي قعدوا تمام. غطيها بقى يا ست الكل وسيبيها لمدة 20 دقيقة تستريح. لغاية ما تستريح العجينة بتاعتنا جبت كيلو الا ربع من العجوة اللي هي 750 جرام من العجوة. حطيت عليها معلقة سمنة، ممكن لو انت عاوزة تحطي زيت عادي ممكن تحطي سمنة عادي. بعد كده هتعجني العجوة كويس جدا لغاية ما تشرب معاكي السمنة خالص وتبقى طرية معاكي. في الخطوة دي ممكن لو بتحبي القرفة تحطي معلقة صغيرة من القرفة، لو بتحبي العجوة فيها سمسم حطي معلقتين كبار من السمسم المحمص. بعد ما عجنتها كويس العجوة وشربت السمنة، هنجيب كيس من اكياس التلاجة، وتكوني دهنة الكيس بشوية زيت صغيرين عشان العجوة ما تلزقش في كيس التلاجة. بعد كده هناخد قطعة من العجوة، قطعة صغيرة مش قطعة كبيرة، ونبتدي نفردها. نحط كيس عليها من أكياس التلاجة ونبتدي نفردها. وعشان عجناها كويس بمعلقة السمنة هتبقى العجوة معاكي طرية وبتتفرد معاكي بكل سهولة. الطريقة ديت ما بحبش أغيرها خالص، طريقة بجد هتطلع معاكي ناجحة من أول مرة. لو فشلت منك الغي المتابعة على طول، لأني متأكدة إن هتطلع معاكي ناجحة من أول مرة إن شاء الله. فردناها زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نشوف العجينة بتاعتنا. بعد 20 دقيقة هتلاقوا حجمها اتضاعف زي ما انتوا شايفين. هو يعني كفاية عليها 20 دقيقة كويس جدا في الجو الحر ده. لو الجو شتاء بتسيبيها لمدة نص ساعة. بتنزلي بيها على الرخامة وتقطعيها على 4 قطع. عاوزة تقطعيها على 3 قطع عادي مفيش أي مشكلة، عاوزة تقطعيها على 4 عادي مفيش أي مشكلة. بعد كده بتلفيها على شكل كورة وتروحي حطاهم في أي صينية وتغطيهم بكيس من أكياس التلاجة عشان ما تنشفش معاكي، وتاخدي قطعة وتشتغلي فيها. هناخد بقى قطعة ونبتدي نشتغل فيها. نحط قطعة على الرخامة ونبتدي نفردها على الرخامة، بتتفرد معايا بكل سهولة. شايفين العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة، ما فيهاش تعب ولا أي حاجة. يعني كيلو كعب الغزال يوصل 150 جنيه،
وانا من كيلو الا ربع من الدقيق عملت 2 كيلو و400 جرام من كعب الغزال. حاجة كلها توفير، حاجة متأكدة من نظافتها ومتأكدة من مكوناتها. فردت العجينة على شكل مستطيل، هبتدي بقى احط العجوة، وابتدي اشيل الزيادات بتاعت العجين. لو في زيادات في العجوة اشيلها، لو في زيادات في العجينة اشيلها، ما فيهاش اي تعب خالص. عاوزة تجربي في نص كيلو من الدقيق عادي، ما فيش اي مشكلة. جربي لو انت عاوزة تجربي في نص كيلو دقيق جربي عادي، اعملي هتلاقي النتيجة طالعة معاكي ناجحة من اول مرة، ومش هتبطلي تعمليها بجد لان طعمه حلو جدا ومغذي كمان. هنبتدي بقى نلفها زي ما انتوا شايفين كده، ونبتدي نقفل كويس من تحت. لازم تقفليها كويس من تحت كده، وبعد كده تلفيها على الرخامة زي ما انت شايفة كده بكفة ايدك، بحيث ان كلها تبقى مقاس واحد، ما تبقاش حتة رفيعة وحتة تخينة. وتبتدي بقى تجيبي سكينة حادة، وتبتدي بقى السكينة تكون رايحة جاية، مش تنزلي مرة واحدة. انا بحب هنا بقطعها بالسكينة، وساعات بقطعها بالخيط، وبرضه هوريكم طريقة السكينة وهوريكم طريقة الخيط. طريقة بجد سهلة جدا، ويا ريت بقى تعملوا لها شير مع اصحابكم عشان توصل لكل الناس، لان الطريقة سهلة جدا. جبت معلقتين من العسل الاسود وحطيت عليها معلقتين من مية وقلبتهم كويس. بعد كده بحطها في العسل، وبعد كده احطها في السمسم. بيكون بقى الصاج مدهون بشوية زيت صغيرين. ما عندكيش عسل ممكن تحطي ميكس بين البيض والحليب. ما عندكيش بيض ولا حليب ولا عسل، حطي شوية مية وعليهم معلقة من السكر، وحطيها بالمية اللي انت مقلبة فيها السكر، وحطيها في السمسم. بعد كده عاوزة اوريكم طريقة الخيط. طريقة الخيط سهلة جدا، ومش محتاجة ان انتي بعد ما تقطعيها بالسكينة تسويها. شايفين شكلها حاجة كده من الاخر، عاملة زي ما تكون لوحة فنية. بجد جربوها بالخيط حلوة برضو، لو جربتيها بالسكينة حلوة برضو، بس هتحتاجي ان انتي بس تسويها من الجناب كده. شوفي الطريقة السهلة عليكي وقطعي بيها. بعد كده حطيتهم في صاج وغطيتهم لمدة قد ايه، لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة بدخلها فرن ساخن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط. بتاخد معايا من 18 دقيقة ل 20 دقيقة. بتخرجيها، مش محتاجة ان انت تغطيها ولا اي حاجة. هتطلع معاكي طعمها حلو جدا، وكمان تحسيها كده ان هي ولا ناشفة ولا ناعمة، مقرمشة كده وطعمها حلو. بجد بجد التسوية بتاعتها حلوة، وكمان شايفين بجد طعمها، يعني يا ريت كنتوا معايا كنتوا بجد تدوقوها. طعمها حلو جدا، وزي ما قلت لكم حلوة جدا مع كوباية شاي، حلوة جدا مع كوباية شاي بحليب. بجد يعني كلها توفير. ليه تشتريها من المخابز لما وصلت 150 جنيه؟ ليه لا؟ اعمليها في البيت، وانا قلت لك كل حاجة والبديل بتاعها. وعاوزة اقولك التسوية تراقبيها بعد ما تدخليها الفرن بعد ربع ساعة. تراقبيها لو قاعدة كعب الغزال خدت اللون الذهبي، ولعي لها الشواية من فوق. لو عندك الفرن مولعة المروحة، مش هتحتاجي ان انت تولعي الشواية. هي دي كل الكمية. وزي ما قلت لكم 2 كيلو و400 جرام من كيلو الا ربع من الدقيق.